السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. اليوم إن شاء الله الفيديو عنا لذيذ كتير. عندي المندي اليمني طبعا غني عن التعريف. المندي أصوله على لحمة بينعمل، بس أنا اليوم بدي أعمله على دجاج. عندي هون دجاج ونص مقطع على 8 قطع. طبعا بتقدري إنك تقطعيه أنصاف أو أرباع. عندي هون طبعا رز بسمتي. المفروض إنه الرز البسمتي هو الأصل في المندي. عندي هون طبعا بدي علشان أتبل الدجاج، عندي بصلة يعني متوسطة تقريبا قطعتها وحطيتها بالمفرمة. وعندي هون 4 فصوص توم، بس لأنه الفص صغير فأنا حطيت 5 أو 6. عندي المفروض تحطي ماجي باودر، بس أنا ما عندي، فدوبت مكعب ماجي بمية سخنة وحطيته. البهارات عندي فلفل أسود، وعندي بابريكا، وعندي كركم، وبهارات الكيجن اختياري، وعندك الملح. طبعا المندي يعني لون زعفران أو لون أصفر، فبالإضافة للكركم راح أحط كمان ربع معلقة من الزعفران أو لون الزعفران علشان نعزز اللون الأصفر. طبعا بحب أحكي لكم إنه تتبيلة المندي بسيطة جدا، يعني يمكن لا تتجاوز اللون الزعفران والكركم والفلفل الأسود والملح بس. لكن أنا حبيت أضيف البصل والثوم كتعزيز للطعم، وبيعطي نكهة كتير لذيذة. وحطيت هون كمان 4 ل5 معالق زيت نباتي عادي. طبعا بفرمهم كتير ناعم، كتير كتير ناعم. يعني المفروض ما يكونش ظاهر البصل والثوم، ما يكون ظاهر. وبعدين بتبل الدجاج فيه. هون طلعت جامدة شوي، زدت عليها مية ورجعت خلطتهم مرة تانية علشان البصل والثوم يدوب مزبوط. وهلأ رح أتبل الدجاج. طبعا هون أنا رح أدير كل الخلطة اللي عملتها التتبيلة، ورح أدعك الدجاج فيه من جوا ومن برا من جميع الجهات، بحيث أنه توصل البهارات لجميع أجزاء الدجاج. وبعدين طبعا هاي الخطوة بنقدر نعملها من قبل بيوم، يعني كتعزيز للنكهة بتقدري تعملي هاي الخطوة قبل بيوم وتغلفيه وتحطيه بالثلاجة وتاني يوم تطبخيه. طبعا صبايا بالنسبة للرز، هلأ احنا لازم اولا نستخدم طنجرة، او اذا ما عندك طنجرة ايديها تقدر يعني تكون حديد انه ما تدخل الفرن عادي. بتقدر تستبدليها بصينية مثلا كبيرة، بحيث انه ايش تتسع لكمية الرز اللي عندك. انا هون عندي الرز راح احط مقدار المية اللي بيحتاجها الرز تماما، يعني لا تزودي المي كتير انه حيقعد فترة طويلة بالفرن خوف ما ينحرق، لا ما بطلع ما بصير له اشي. انا حطيت عندي هون مية مقدار الرز، وواحدة من الكاسات دوبت فيها مكعب ماجي، وحطيت عندي مكعب زبدة كبير منيح هيك. وكمان رح اضيف الرز، ما في اي بهارات مطحونة على الرز نهائي. البهارات اللي بده ياخدها الرز من الدجاج كافية. عندي هون رح احط كمان عود قرفة ولومي 3 حبات، عملت فيهم ثقوب علشان يعني أكبر نكهة. وكمان عندي ورق غار، وعندي رنفل، وعندي هيل. هاي هي البهارات فقط اللي حنستخدمها في الرز. وطبعا ما ننسى الملح، أنا رح أحط معلقة كبيرة ملح. أنا عندي هون كمية الرز 2.5 كاس، فالمعلقة مش مليانة، كانت مناسب جدا إلهم. منحرك المكونات مع بعض، مش ضروري الزبدة تدوب، عادي بتدوب بالفرن ما في مشكلة. من بعد ما حطينا مقادير الرز والبهارات وكل اشي تمام، هلأ شو بدي اعمل؟ بدي اجيب ورق القصدير، بدي احط الورق القصدير فوق الطنجرة، بس ما اشده، يعني بحيث اني اعمل فيه زي حفرة في الوسط علشان تقدر تستوعب الدجاج، ما ينمزع ورق الزبدة، وعفوا ورق القصدير، ويوقع الدجاج في داخل الرز. فأنا لا بعمل له حفرة علشان ياخد وضعه كويس. وطبعا عملت كمان طبقة قصدير تاني، يعني عملت طبقتين وعملت ثقوب هلأ فيها علشان نكهة الدجاج وميته حتنزل على الرز من خلال هذه الثقوب. بصفت الدجاج عادي، ما بفرق يعني اتجاه القطعة، ما في مشكلة. بتصفطي فوق القصدير بحيث انه يكون يعني جنب بعض، ما تحطيه فوق بعضه.
هلا بدي اغلف الدجاج. طبعا جبت ورقة زبدة وفوقيها ورقة قصدير. ورقة الزبدة تكون هي اللي فوق الدجاج علشان ما يلزق في القصدير بعد هيك. ومنغلفهم كتير منيح بحيث انه ما تخلي ولا يعني نسمة بخار يطلع منها، يعني نعملها زي كأنها ضنجرة ضغط، عرفتوا؟ فهلا بعد ما غلفتهم تماما هحطها في فرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعتين. ما تقولوا طويلة المدة، لا ما هي طويلة. لمدة ساعتين بيطلع الدجاج مستوي. أنا هيك لا حمرته ولا إشي، هو طلع هيك يعني تحمر منه فيه. إذا ما تحمر معك عادي شيل القصدير عنه ودخليه تحت الشواية، ما في مشكلة. طلعت الطبخة يعني ما شاء الله تبارك الله، طلعت يعني مزبوطة 100%، والنكهة خرافية والرز ممتاز. شوفوا ما شاء الله الرز يعني نثري ومبهر وملون لحاله. بس أنا في خطوة ما صورتها، ما جبتها الكاميرا، ما بعرف ليش. عملت تدخين للرز. عملت فحمة وحطيتها حطيت قطعة قصدير وحطيت الفحمة فيها، وصبيت عليها شوية سمنة وكمرته بحيث انه ياخد الرز جميع النكهة. بتقدر تعملي الخطوة هاي كمان مع الدجاج نفس الطريقة، وبتكمري وبياخد طعم من الشوي كأنك عمليته على الفحم يعني. هلا هون راح احط الطبق تبعي وصحتين وعافية، وإن شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون الطبخة يعني سهلة والطريقة بسيطة. المندي من أحلى وأزكى الأكلات بصراحة وأبسطهم، على الرغم من إنه الواحد لما بيجيبه بيقول إنه لا يمكن الدجاج له طريقة معينة، وهذا لا أبدا، الطريقة سهلة جدا. الطريقة هذه أنا جبتها من واحد من محلات المندي عندنا هون في الرياض، وما شاء الله فعلا مزبوطة 100%. جربوها وإن شاء الله تعجبكم. طبعا تقدري تقدمي معاها سلطة عادية خضراء، بتقدري. أنا هون عملت الصوص هذا الدقوس كتير طيب معاها. وبصراحة لما بتروحي بتاكلي في المطاعم حتى هم بيحطوا لك إياه، يعني ما بيجيبوا لا سلطات ولا غيره. وكمان تقدري تستعملي معاها هذه الشطة كمان بتطلع طيبة، ولبن واللي بتحبيه يعني قدمي معاها. أنا هون قعدت أجرب فيه عشان أورجيكم بس كيف الطعم كان كتير خرافي، والدجاج مستوي ما شاء الله، مش محتاج ولا إشي. إن شاء الله يا رب تكون الطريقة سهلة وعجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى سبسكرايب ولا اللايك.